السلام عليكم ورحمة الله. اليوم غادي نصاوبو مورد الخدود والشفاه طبيعي بدون مواد صناعية للاستعمال الشخصي والتجاري بلون أحمر طبيعي وجذاب، ما كينشفش البشرة، بالعكس كيغذيها لأن فيه مواد مرطبة ومغذية بحال الجليسرين، جل الألوفيرا والبروفيتامين B5. المميزات ديال هذا المورد: اللون ديالو طبيعي، كيبقى ثابت لمدة طويلة، كيرطب وكيغذي البشرة، واقتصادي، فقرعة صغيرة ممكن تبقى معاك عدة شهور. كيف ما ذكرت في الفيديو السابق، خاصنا نعقمو الليقات، نعقمو سطح العمل والأدوات باش غادي نخدمو. غادي نحتاجو 2 غرام من جل الألوفيرا اللي كيعمل على ترطيب البشرة وكيحارب التجاعيد وكيحمي البشرة من أشعة الشمس. خاصنا ناخدو نوعية جيدة من مصدر موثوق باش ما يعطيناش نتائج عكسية. غادي نضيفو 4 غرام من الجليسرين اللي كيرطب البشرة وكيسهل امتصاص المكونات الأخرى. الجليسرين هو عنصر ضروري في هذه التركيبة. غادي نضيفو 25 غرام ديال ماء الورد المقطر، كيرطب وكيقلل من تهيج البشرة ومن ظهور المسامات وكيوازن حموضة البشرة. أنا استعملته في هذه التركيبة لريحته الطبيعية، ما بغيتش نستعمل زيت عطري. ممكن تعوضوا ماء الورد بالماء المقطر، أما في حالة إلا بغيتوا تصاوبوا المورد للاستعمال الشخصي فممكن تستعملوا فقط الماء المعدني. غادي نزيد عليهم 1 غرام من بروفيتامين B5 اللي غادي يرطب لنا البشرة ويعطيها النضارة، وممكن نزيدو حتى 1 غرام من فيتامين E في هذا الفصل البارد فقط. أما فصل الصيف ما كنضيفوش فيتامين E حيث كيتفاعل مع الشمس وممكن يتسبب لنا في التصبغات وفي الكلف. نخلطو مكونات مزيان. انا بغيت التركيبه ما تكونش سائله، بغيتها تكون شويه ثقيله، لهذا غادي نضيف الكزانتانغوم هو اللي غادي يتقل لنا المورد. نزيدو كميه صغيره فقط 0.5 غرام. نخلطو مزيان. غادي نزيدو ملون احمر طبيعي، ممكن نستعملو ملون وردي او ملون برتقالي اللي كيعطينا لون جميل بحال اللون ديال الخوخ. غادي نزيدو العكر الفاسي اللي ما متوفرش عنده ممكن يستغنى عليه. انا غادي نزيد شويه ديال الملون الاحمر. وفي الاخير غادي نضيفوا الماده الحافظه اكني بيو اللي غادي يحمي لنا المنتوج من البكتيريا ومن الفطريات. غادي نضيفوا 0.2 غرام. بالنسبه للزيت العطري الا ضفتوه غادي ديروا منه فقط 0.25 غرام. وباش تثبتوا العطر غادي تزيدوا 1 غرام من بوليسوربات 20. غادي ناخدو قنينه معقمه
هذه هي النتيجة النهائية لمورد الخدود والشفاه. نتمنى يعجبكم الفيديو. ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. إلى اللقاء، إلى الفيديو القادم.